بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على أهمية الدموع في جسم الإنسان. الدموع بتعمل طبقة رقيقة كده حوالين العين، بترطبها وبتساهم في انعكاس الضوء. الدموع مهمة جدا لأنها لما يكون في مشاكل في القناة الدمعية، بيبدأ القناة الدمعية دي حاجة هنا كده، قناة ماشية كده نازلة على الأنف من قدام. القناة الدمعية دي لما بيحصل فيها خلل بتلاقي نفسك الجزء ده وارم، أو أوقات بيحصل فيها نادرا يعني حصاوي أو كده، بتحصل فيها مشكلة. بالإضافة إن طبقة الدموع دي لو مش موجودة بيحصل حاجة اسمها جفاف في العين، وده مؤلم جدا. فبتضطر تعمل دموع صناعية أو القطرات المرطبة اللي هي الدموع الصناعية، اسمها الدموع الصناعية. الدموع لو احنا مثلا بكينا او كده بتلاقي بتبدأ بتصرف المنطقة دي. طبعا جزء بينزل، الزايد بينزل، لكن الجزء الصغير الأكبر بيتكون عند القناة الدمعية وبينزل عند المناخير. ولذلك تبدأ بقى ايه، تبدأ مناخيرك، الإفرازات في مناخيرك تزيد لأن الدموع نزلت في مناخيرك، وتبدأ تشن كتير زي ما احنا عارفين. ايه الاتصال القناه الدمعيه دي. وبرضه انت لو حطيت قطرات في عينك بتلاقيها نزلت في مناخيرك، لان جزء منها دخل في القناه الدمعيه لانها تصرفها عن طريق الانف. مهمه جدا الدموع زي ما قلنا. بتزيد شويه عند المشاعر سواء الفرح او الحزن، وهي وظيفتها الاساسيه انها طبقه بترطب العين القرنيه والملتحمه. اتمنى ان الجميع صحه جيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.